شايفين بقى الميني كرواسون الجامد ده؟ تعالوا بقى نعمله مع بعض بطريقة مفيش اسهل من كده، شفتها وحبيت اجربها معاكم. بصوا نتيجته مبهرة، حاجة كده ما بين الكرواسون والسينابون، يعني حاجة هتعجبكم. بصوا حاجة جامدة من الاخر. بعتذر على الغيبة الطويلة اللي انا مطولاها، يعني ما بنزلش فيديوهات، بس كانت النفسية مش قد كده. في الاول بقى، انا هنا كان عندي نص كيلو دقيق، حطيت عليه سكر وسنة ملح، وحطيت عليه كيس بيكنج باودر وكيس فانيليا، وبعدين حطيت 3 كوبايات من اللبن، وهبتدي اعجنهم. بعد ما عجنتهم طلعت كمية اللبن كانت زيادة، رجعت حطيت عليهم كوبايتين دقيق تاني، وزودت كيس بيكنج باودر تاني. تمام، عشان بس نبقى ماشيين مع بعض كده، يعني المقادير مظبوطة. خلصت العجن بتاعي تمام، وهركنه على جنب. طبعا انا مش محتاجة اسيبه يخمر، لان البيكنج باودر طبعا بيتفاعل بالحرارة، يعني مش محتاجة ان انا اسيبه. انا سيبته يا دوبك ارتاح من نص ساعة، يعني من ربع لنص ساعة. كنت مجهزة شوكولاتة عندي زي الكور كده، وهبتدي ابطط الكرواسون بتاعي. حاولوا على قد ما تقدروا تقللوا الدقيق عشان ما يرخمش واحنا بنرول الكرواسون كده، يمسك يعني. انا هنا عندي لفيت الكرواسون دايره وقطعتها مثلثات زي ما انتم شايفين كده، وهبتدي بصوا الفها زي ما انتم شايفين، احط كوره الشوكولاته جواها. وارولها. الشوكولاته دي انا عملتها عندي بكاكاو خام يكون غامق في البيت، وسكر وزبده ولبن بودره، وحوالي معلقتين 3 للعجن، بس لان انا يعني اخلي الشوكولاته تلف معايا. وكنت مجهزاها على جنب. كان تمام. هخلص بقى الكميه بتاعتي، وهكون بقى مجهزه عندي زيت سخن كده وابن حلال ونضيف، ما تكونش مستعملاه قبل كده، اقلي فيه. هقلي بقى الكميه بتاعتي. انا هنا لما قليت اول كميه ما حسيتهاش نفشت معايا قوي، بس بعد كده اللي هقليه هينفش معايا بزياده، يعني هتلاحظوا ان اول طاسه ما نفشتش قوي، بس بعد كده هينفش اكتر. بعد ما بتطلعيه من الزيت بطلعه سخن على طبق كبير او بولة كبيرة يكون فيها سكر بقرفة، قرفة ناعمة مع سكر، يستحسن ان هو يكون ناعم مش خشن قوي. وهقلبهم فيهم واطلع الكرواسون عليه واقلبه فيه، وبعد كده اطلعه من السكر اللي انا قلبته فيه. دي كانت اول طاسة اللي انا قلتلكوا عليها، اللي انا ما حسيتهاش يعني نفشت قد كده. عايزه اقول لكم ان انا وانا بعمله ما كنتش يعني متفائله خالص، معرفش ليه. يمكن لان اول العجين اللبن جه زياده، فكان الموضوع يعني ايه، مش مبشر. بس بعد ما خلصت واللي كانوا عندي دقوه، عجبهم جدا 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 جدا. عايزه اقول لكم ان ولادي كانوا مبسوطين بيه جدا فوق ما تتخيلوا. دي بقى بصوا النتيجه، مفيش احلى من كده. ما شربش زيت خالص، يعني لو انت متخيله ان العجينه هتشرب منك زيت، لا والله كانت فوق الوصف.